Fabinho making ground. Oh, Sadio Mane, oh, it's brilliant. Absolutely brilliant. المحبوب سارق قلوب الجماهير والخلوق الذي يعطف على الفقراء، أوصل منتخب بلاده إلى قمة إفريقيا وصار أسطورة حية في السنغال. ساديو ماني أسد التيرانجا. ولد في قرية بامبالي المسلمة جنوب السنغال عام 1992، وعاش في بيت عمه لعدم قدرة والديه على إعالته بسبب الفقر وكثرة إخوانه وأفراد العائلة، ثم فقدانه لوالده وهو في سن 7. بدأ ممارسة كرة القدم مبكراً في ساحات القرية الفقيرة. أحب الطفل هذه اللعبة ورأى فيها ملاذاً ينهض بأسرته ويخلصها من الفقر ويضمن له المجد والشهرة. حزم أمتعته وهرب دون علم أحد إلى داكار في سن 15، متقدماً بحذائه الممزق لاختبارات القبول لدى أحد الأندية. موهبته طغت على أقرانه وذاع صيته في أرجاء العاصمة. اختاره كشافة نادي ميتس في الدرجة الثانية وحملوه معهم إلى فرنسا. لم يصدق الطفل الصغير أن حلمه بدأ يتحقق وأن الكرة أوفت بعهدها ووضعته في طريق العالمية. بدأ يومه الأول مذهولاً وطلب من مصور النادي التقاط صورة له كي يرسلها لوالدته التي لم تصدق أن صغيرها النحيل صار لاعباً في أوروبا. Of course, football sometimes think about money, but for me the first target was not that. It was to win personal trophies and collective trophies, and I think that make today the pressure on myself, on my back. So ترك بصمته سريعاً في الملاعب الفرنسية ووصله عرض من النمسا. انتقل إلى نادي سالزبورغ ولعب في مركز الجناح. حصد معه عدة ألقاب قبل أن ينتقل إلى مهد كرة القدم وأقوى دورياتها، لاعباً في صفوف نادي ساوثهامبتون بمبلغ 14 مليون يورو. خاض معه موسمين وسجل في إحدى المباريات هاتريك في 3 دقائق فقط. وقعت عليه عين مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب، وجد فيه كل خصائص المهاجم التي تناسب طريقته. جناح مهاري خارق السرعة يجيد اللعب بقدميه اليمنى واليسرى على حد سواء. يتقن الضغط العالي وقادر على اختراق الدفاعات بتحركاته الذكية. كان عند حجم التوقعات المرجوة منه. وشكل ثنائية مع محمد صلاح أعادت النادي لمنصات التتويج بعد سنوات من شح الألقاب، وكانت قوام الفريق الذي غزا أوروبا وحقق البطولات. أصيب بخيبة أمل في أيامه الأخيرة مع الريدز بعد أن وضعت الإدارة تجديد عقد صلاح أولوية بالنسبة لها، متجاهلة إياه من دون تقديم عرض جدي لاستمراره بالأنفيلد، ما دفعه للانتقال إلى بايرن ميونخ ليبدأ رحلة جديدة. نال منزلة خاصة في قلوب الجمهور السنغالي. توج مع المنتخب بلقب إفريقيا للمرة الأولى بتاريخه، وساهم في تأهله إلى مونديال كأس العالم بقطر عام 2022، ونال لقب أفضل لاعب إفريقي في مناسبتين آخرهما العام الجاري. اشتهر بأعماله الخيرية ومساعدته لأبناء قريته وبلده. بنى مسجداً ومشفى ومدرسة، وقدم المساعدات للفقراء،
ومبلغ 45 ألف يورو لمساعدة مصابي كورونا في السنغال، ووزع 300 قميص لنادي ليفربول لسكان قريته لمشاهدة نهائي أبطال أوروبا عام 2019 الذي كان أحد أطرافه. نال مؤخرا جائزة سقراط ضمن حفل الكرة الذهبية المخصصة لتكريم لاعبي كرة القدم المناضلين من أجل الاندماج وحماية المناخ والمحرومين. انتشر له مقطع فيديو وهو ينظف حمامات أحد مساجد ليفربول، فعزز صورة اللاعب الخلوق